السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت العيد، بسكوت النشادر اللي بالبرتقال بطريقة حلوة جدا ان شاء الله تعجبكم وتعتمدوها على طول. طبعا ده الفيديو بتاعي، الفيديو بقى بتاعها هي، خشوا شوفوه على نفس القناة. احنا عاملين تحدي مع بعض، هي عملت البسكوت بطريقتها وانا كمان، وهي عملت الفيديو فور بطريقتها، وان شاء الله كل حاجة هنعملها هي هتعملها لكم بطريقتها وانا هعملها لكم بطريقتي. يلا بينا بقى نبتدي كده على المقادير ونصلي بينا على النبي. معانا دلوقتي علبة سمنة اللي هي مش كيلو كامل، السمنة الجنة العادية. انا بحطها كده يا بنات على 2 كيلو، يبقى على 2 كيلو بحط علبة سمنة واربع بيضات عشان بقى البيض غالي. المفروض نحط 8 بيضات، بس انا النهارده هحط 4 بيضات عادي مفيش اي مشكلة. هبدأ ان انا هضرب السمنة كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هبدأ ان انا انزل بالسكر، وان شاء الله المقادير كلها هكتبها لكم في صندوق الوصف. دول و5 كوبايات سكر. يبقى دلوقتي عملنا ايه؟ حطينا علبة السمنة كده وبالراحة واحنا بنضرب عشان ما السكر ما يطرش معانا يا بنات. يبقى حطينا 5 كوبايات سكر، وكمان حطينا علبة السمنة اللي هي يعتبر مش كيلو، هي كيلو الا ربع، بس انا بحطها على 2 كيلو. ومعانا دلوقتي الاربع بيضات. دلوقتي بنزل ببيضة بيضة واضرب. ما ينفعش يا بنات نضرب البيض كله مع بعضه، يعني لا احط الاربع بيضات، او لو هتحطي 8 برضو ما ينفعش ان انا اضربهم كلهم مع بعض. لازم أنا احط بيضة بيضة وابدا ان انا اضرب. البيضة خلاص راحت معايا ومش موجودة، هبدا ان انا احط البيضة التانية. تمام كده. وتاني حاجة لازم السمنة معانا تكون مطلعينها من التلاجة. انا كنت حاطة العلبة كده في التلاجة ساعة ما جبتها الصبح، وعملت الكلام ده بالليل، يعني لما كنت بعمل لكم البسكوت كنت بعمله بالليل. تمام كده. ودلوقتي معايا ريحة البرتقال ومعايا ريحة الموز، هبدأ ان انا احط الاتنين. والفانيليا ممكن تستغني خالص عن ريحة البرتقال او ريحة الموز لو مش موجودين، بس طبعا بيبقوا حلوين جدا. زي ما وكمان حطيت معلقه كده من الفروتو، ده كان كيس، حطيت معلقه واحده، وبرده بدات ان انا اقلب كده بنفس الشكل ده، ما بكترش عشان انا حاطه اصلا ريحه برتقال. ودلوقتي اهم حاجه بس ان احنا نضرب كويس كده. ودلوقتي معايا 8 معالق لبن، اللي هو ما يعادل ربع كوبايه لبن. اللهم صل على النبي. وحط عليها معلقه نشادر. تمام كده يا بنات. وبدات ان انا اضربه بنفس الشكل كده. اوعي تحطي النشادر على طول من غير ما تدوبيها في اللبن كويس جدا. بصوا شايفين بقى القوام معايا كده؟ خلاص هبدا دلوقتي ان انا اجيب الدقيق بتاعي وهبدا ارش عليه بس كده رشه ملح زي ما انتم شايفين. وهبدا ان انا هنزل دلوقتي طبعا الخليط اللي احنا عملناه اللي هو البيض والسمنه والسكر، هبدا ان انا انزل بيه واقلب والليمون. بس اوعى نعجنهم عشان البسكوت ما يطرش معانا. كل اللي احنا هنعمله ان احنا بس هنلمهم مع بعض كده. هندخل المواد السائله مع المواد الجافه، ندخلهم مع بعض بس كده. وهتكونوا بقى لسه لغايه دلوقتي ما دوستوش اللايك ولا اشتركتوا في القناه. دلوقتي كده خلاص يا بنات بقى جاهز معايا. هبدا بقى ان انا هجيب المكنه بتاعتي كده. الخطوه دي انا كنت مصورها لكم بس ما بانتش، معلش بقى الحمد لله. طبعا لو انتوا حابين تخشوا على القناه هتلاقوا الفيديو بتاع فاطمه بنتي، هي كانت برضو عامله لكم برضو البسكوت برضو بطريقتها، بس مش بطريقتي، بطريقتها هي. خشوا شوفوه ان شاء الله تعجبكم بقى. وهي كانت بتوريكم بقى المكنه وبتوريكم كل حاجه. الحته دي راحت مني فالحمد لله مفيش مشكله. زي ما انتم شايفين هسويه بقى دلوقتي على درجه حراره 180. بصوا يا بنات ما بياخدش اي وقت معايا. انا عملت الشكل ده كمان اللي هو الملفلف ده بيعجبني قوي. انا يعتبر عملت من الشكل ده والشكل ده والشكل ده، اي شكل بقى عاجبكم يا رب تجربوا الطريقه وتقولوا لي ايه رايكم. وبصوا بعد ما استوى هستناكم تكتبوا لي في